أول حاجة نبدأ بيها النعت. النعت يا جماعة هو تابع، يعني بياخد الإعراب اللي قبله وبيتطابق معاه، بيطابق منعوته في نمرة 1 في النوع، نمرة 2 في العدد، نمرة 3 التعريف والتنكير. جميل يا جماعة. يعني مثلا لو قلنا الولد النشيط مجتهد، أبص ألاقي كلمة النشيط هي نعت كلمة الولد، بتطابقها في التعريف والتنكير. الولد معرفة، النشيط معرفة، الولد مفرد، النشيط مفرد، الولد مذكر يبقى النشيط مذكر، فعشان كده يبقى نعت ليه ويبقى تابع ليه كمان فين؟ في الإعراب. الولد مبتدأ مرفوع يبقى النشيط برضه نعت مرفوع. لو قلنا الولدان النشيطان مجتهدان، هلاقي نفس القصة برضو، تطابق كامل ما بين مذكر ومذكر ومفرد ومثنى ومثنى اللي هو العدد، ومعرفة ومعرفة. طيب، عايز برضو اوضح جزئية مهمة جدا. احيانا في النعت نقول مثلا المدارس الجميلة متقدمة. كلمة الجميلة ممكن بتعرض نعت برغم ان المدارس جمع تكسير والجميلة مفرد مؤنث. ده احيانا بيحدث في النعت لو حصل تطابق، وهلاقي ان اهم حاجة انها بتوصف، اهم حاجة انها بتوصف وبتطابق في التعريف وفي التنكير. ولو قلنا مفردها مدرسة يبقى مؤنث، وهنا جميلة تبقى مؤنث، يبقى في الحالة دي نعت. دي الحاجة الشاذة الوحيدة اللي ممكن تيجي في النعت. جميل يا أصدقائي. طيب تعالوا ننتقل إلى الحال. الحال هو اسم نكرة يصف حال صاحبه أثناء حدوث الفعل. ماشي يا حبايبي؟ جميل. في شروط للحال، إن الحال بيبقى نكرة، وصاحب الحال له شرطين. أول حاجة صاحب الحال لازم يبقى معرفة. تاني شرط صاحب الحال إن بيكون فاعل أو مفعول. يبقى في الحالة دي الحال بيجي بجملة فعلية. ممكن ندي مثال: وقف الولد سعيدا. ألاحظ إن الولد فاعل، أول شرط اتحقق. تاني شرط معرفة، تاني شرط اتحقق. وسعيدا جت نكرة وبتبين حالة الولد لما كان واقف. يبقى في الحالة دي حال هتعرب، سعيدا تعرب حال منصوب. طيب الحال ممكن يجي مثنى طبعا. ممكن نقول خرج الولدين آسف مسرعين. جميل. لو انت بصيت لكلمة مسرعين هتبص تلاقيها حال للولد وهي نكرة، والولدان معرفة، ودي مثنى ودي مثنى. تمام كده يا حبايبي؟ طيب هنسأل برضه مين كان معانا المرة اللي فاتت وكان مركز قوي. كان فؤاد مركز وكان زياد مركز. الجملة الاسمية يا جماعة بتتكون طبعا من مبتدأ وخبر. المبتدأ يا جماعة لازم الخبر لازم يا جماعة نعرف فيه حاجة مهمة، ان الخبر هو اللي بيقول لي المبتدأ ماله. اللي يقول لي المبتدأ ماله يبقى هو الخبر، سواء كان كلمة، كلمتين، 3، 50 كلمة. اللي يقول لي المبتدأ ماله يبقى هو الخبر. تعالوا ندي مثال: الطالب المجتهد النشيط ناجح. لو سألت نفسك الطالب ماله، المجتهد ماله، النشيط ماله، ناجح، ابص الاقي ان ناجح هي اللي قالت لي الطالب ماله، فالطالب تبقى فاسف ناجح تبقى ايه؟ ناجح هتبقى خبر، لان هي اللي قالت لي الطالب ماله. طيب لو قلنا السيارة السريعة تفوز في السباق، انا ممكن اعرف فين السيارة السريعة تفوز.
اقف هنا. جملة كاملة وتفوز هي اللي قالت لي السيارة مالها، تبقى تفوز خبر. جميل، يبقى اللي يقول لي ايه هو اللي بيحصل لي في المبتدأ ماله يبقى هو الخبر. طيب تعالوا بقى ندي انواع الخبر. اول نوع من انواع الخبر اللي هو شبه الجملة. معايا اصدقائي؟ معايا كده مصطفى؟ جميل، معايا اسراء، معايا حبيبة واحمد ويحيى وفؤاد وزيزو، كله معايا. طيب شبه الجملة سهلة اوي. العصفور فوق الشجرة. لو انت بصيت كده العصفور ماله فوق الشجرة؟ قال لا، ده خبر اهو، كلمة فوق الشجرة من فوق. ده فوق دي نوعها ظرف. طالما ده الظرف يبقى على طول الخبر شبه جملة. وعايز افكرك بحاجة، ان اللي بيجي بعد الظرف بيبقى مضاف اليه. افتكر الموضوع ده كويس، اللي بيجي بعد الظرف مضاف اليه. طيب لو قلنا الكتاب ماله في الحقيبة. لو انت بصيت حبيبي هتبص تلاقي الحقيبة ما تقولكش الكتاب ماله، وكل لوحديها ما تقولكش الكتاب ماله، لكن الاتنين على بعض هما اللي بيقولوا لك الكتاب ماله. يبقى في الحقيقة دي هي الخبر. بس الخبر ده لا ينفع اعتبره كلمة واحدة مفرد، ولا ينفع اعتبره كلمتين جملة، لانها حرف جر واسمه مجرور. يبقى في الحالة دي برضه ايه خبر ايه شبه جملة. يبقى انا عندي خبر شبه الجملة بيتكون من يا اما الظرف يا اما الجر والمجرور. طيب تعالوا ناخد الخبر بقى اللي صعب شوية، او مش صعب هو سهل، بس بعد ما ناخد الخبر السهل عايز افكركم في حاجة. فاكرين لما قلنا الجملة الفعلية تبدأ بايه؟ تبدأ بفعل، واللي بعديها بيجي فاعل هو اللي بيعمل الفعل. الفاعل هو اللي بيعمل الفعل. طيب الفاعل ده يا جماعة بيجي فين؟ بيجي قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ لا، الفاعل لازم يجي بعد الفعل، ما ينفعش الفاعل يجي قبل الفعل. تعالى ندي مثال. يكتب الولد، يكتب فاعل والولد يجي بعديه فاعل. طب هي فعلا يكتب يجي بعديه على طول؟ ممكن يجي بعديه على طول، ممكن يجي بعديه كذا كلمة. لو قلنا مثال يكتب الدرس في الكتاب ولد من المدرسة. يكتب الدرس في الكتاب، مين اللي بيكتب؟ الولد هو اللي عمل الفعل. بصوا جه بعد الفعل، جه بعد الفعل. يبقى الولد بعتبره فاعل او هو عليه فاعل لان هو فيه بعد الفعل. طب واحد يقول لي يا مستر ممكن يجي يقول لي الولد يكتب، هو الفعل جه، الفعل جه قبل الفعل. اقول لك لا يا حبيب قلبي ركز معايا، في الحالة دي بتبقى على طول جملة اسمية والولد يبقى مبتدأ. طب تقول لي يا مستر من فضلك طب ادي الفعل وانت بتقول لي الفعل لازم له فاعل، طب فين الفاعل بتاعه؟ هقول لك ركز معايا، ممكن الفاعل يبقى مش موجود قدام عينك، يعني مستخبي. طالما مستخبي يبقى ايه؟ يبقى ضمير مستتر. طالما مستتر يبقى ايه؟ يبقى ضمير مستتر. وطالما ضمير مستتر تاني يبقى ايه؟ هو الولد يكتب هو، لان لازم كل فاعل يجيله فاعل عشان ده نستخدمه دلوقتي. يكتب هو يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طب تمام، فهمنا الحته كده؟